مصطفى سعد ميسي ينتقل إلى سيراميكا على سبيل الإعارة. طب يا جماعة ليه جبناه من الأول؟ يعني ليه جبناه من الأول مادام احنا هنطلعه إعارة؟ يعني طلعتوه إعارة، طب احنا ليه جبناه مادام احنا مش محتاجينه أساسا؟ يعني كولر دلوقتي مش مقتنع بيه، فاحنا ليه نجيبه من الأول؟ يعني النادي الأهلي يعني في الحته دي مش عارفه في ايه بجد والله يا جماعه. يعني بنجيب لعيبه وفي الاخر المدرب ما يقتنعش بيهم، بعد كده نطلعهم اعاره لا اما نبيعهم. طب ليه من الاول يا جماعه والله؟ يعني ليه مصطفى سعد ميسي ليه؟ يعني مش فاهم. هو يعني بعيدا كل الاحترام ليه طبعا، لاعب صغير فالنادي الاهلي يعني كبير عليه. فليه بقى ما دام احنا اشتريناه جبناه ودفعنا فلوس وبتاع وحوارات، وفي الاخر نطلعه اعاره لسيراميكا، وممكن سيراميكا تقول لك احنا عايزين اللاعب فنبيعه؟ طب ليه ما كنا يا جماعه جبنا الاحتياجات الراجل واحتياجات الفريق احسن، بدل الصفقات اللي احنا عمالين نجيبها وفي الاخر بنطلعها اعاره؟ دي حاجه برضو مضايقاني في النادي الاهلي. حاجه تانية بقى يا جماعه، خبر مش مبشر نهائي. قناة SSC السعودية هتنقل مباراة كأس العالم للأندية اللي هتقام في المغرب. يعني انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان الماتشات هتبقى حصرية في السعودية بس، يعني مش هتتذاع على القهاوي زي الشباب ما هي عايزة تتفرج على كأس العالم للأندية على الأهلي، يعني على القهاوي مثلا ولا على التلفزيون. مالها BN سبورت مثلا؟ مالها والله؟ يعني ما كنا بنتفرج عليها وبنجيبها مثلا على التليفون وبتاع. ليه نعاني يا جماعه؟ ده احنا ما صدقنا ان احنا عايزين نشوف النادي الاهلي وماتشات النادي الاهلي. فليه ليه بجد الاحباط ده؟ يعني ليه بتخنقوا الواحد وليه بتقفلوا الواحد والله يا جماعه؟ بس ان شاء الله هنجيبها، يعني هنجيبها برضو على النت، وهنتفرج على الاهلي طبعا في كاس العالم للانديه، ونشوف المتعة ان شاء الله، وان شاء الله النادي الاهلي يمتعنا، وان شاء الله يفوز المباراة دي. حاجة تانية يا جماعة، انا بحمد ربنا وحياة ربنا يا جدعان ان كابتن سيد عبد الحفيظ مننا اهلاوي زينا. يعني الراجل امبارح طلع والله يا جماعة ادى شوية كلام، الله اكبر عليك والله، كنت وحشنا يا ابو السيك. يعني ادى شوية كلام وسمع شوية كلام للاعلام الزملكاوي وللزملكاوية عموما. يعني طلع يقولك انتوا عايزين الناس تحترمكم ازاي وانتوا اساسا مش محترمين نفسكم، بتطلعوا على القناه تتهزقوا وتتهانوا ومش عارف ايه، وفي الاخر حبيبي واخويا ومش عارف ايه. يعني ملعون ابو الفلوس اللي تهين البني ادم يعني كده. يعني قالك مثل برضو، في مثل بيقولك ايه، هين قرشك ولا تهين نفسك. فانت تتهان وتتهزق وتاني يوم مش عارف ايه حبيبي وسيادة المستشار ومش عارف ايه. فالراجل يا جماعه اتكلم في كلام منطقي وراجل محترم جدا جدا، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ، ودايما في الحق، بيتكلم على الحق، ما بيحبش يشوف ان في غلط في حق النادي الاهلي بيسكت عليه. وطلع قال لك احنا مشكلتنا مش مع نادي الزمالك الكيان الكبير، لا مشكلتنا مع افراد. يعني انتوا طبعا عارفين مين الافراد اللي عاملين عداوه مع مصر كلها، طبعا اكيد طبعا عارفين. فالراجل يا جماعه بيتكلم في الحق وبيتكلم في الاصول، وعمره ما غلط فيكوا ولا غلط في الجمهور ولا غلط في حد. هو بيتعامل باللي انتوا بتتعاملوا معاه بيه. يعني انا ما اقصدش طبعا جمهور الزمالك او نادي الزمالك، انا اقصد بس رئيس نادي الزمالك. يعني لما انت تطلع تشتمه وتجيب في سيرته، فانت عايزه يطلع يقول لك ايه يعني؟ بس هو بيطلع بيرد بالاصول طبعا، وبالطريقه اللي هو اتعلمها في النادي الاهلي. ما بيطلعش يجعجع بقى ويشتم ويهزق والكلام ده، لا، بالاصول وبالاحترام، بيرد بالطريقه بتاعتنا. فحتى بيقولك ان الحكام اول ما بيشوفوه كده من على الخط بيعترض وبتاع، بيقوموا يروحوا بيتضايقوا منه ان هو عامل لهم حرقان مش طبيعي يا جماعه والله، فبيطردوه. فكنت وحشنا والله العظيم يا ابو السيك، يعني الواحد بيحبك جدا بصراحه. حتى فاكر يا جماعه من 2010 لحد وقتنا هذا كل مباريات النادي الاهلي بالتواريخ باليوم بالساعه. يعني الله اكبر عليك. يعني احنا ممكن ننسى، ممكن مثلا نفتكر مباراه النادي الاهلي مثلا 2017 مش عارفه، لكن باليوم بالساعه بالكلام ده لا طبعا.
فعشان كده بقول لكم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ احسن مدير كوره بعد كابتن ثابت البطل الله يرحمه. في حاجه تانية بقى يا جماعه عايزه اتكلم فيها. كابتن شوبير نزل بوست على الفيس، قال لك ايه الهجوم الكبير ده على اداره النادي الاهلي بسبب ان هما ما تعاقدوش مع مهاجم. انتوا متصدرين الدوري وكاسبين غريمك 3-0 واقوى هجوم ودفاع حتى الان في الدوري. يعني نفهم ايه يا كابتن شوبير؟ نفهم ان النادي الاهلي فشل في التعاقد مع مهاجم؟ يعني نفهم ان امير توفيق فشل في التعاقد مع مهاجم سوبر؟ اصل يا جماعه حاجه تضايق بصراحه. نادي كبير بحجم النادي الاهلي، احسن نادي في افريقيا وفي مصر، ما عندوش مهاجم صريح يا جماعه. يعني نفهم ايه برضو؟ الواحد متضايق. بس ان شاء الله خير وربنا يوفقنا في كاس العالم للانديه وفي افريقيا، وكل التوفيق للنادي الاهلي الكبير العريق طبعا نادي القرن.